السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ شنو الجو؟ اليوم فكونا من خلط اللغات. اليوم نحكي لغتي بس، اللي يفهم يفهم واللي ما يفهم يفهمون. يلا بينا. طبعا كلنا نعرف غواصة تيتان منزلين عليها مقطع، لو تبي تشوفه روح لوصف القناة تلقى رابط المقطع وتلقاه في أول تعليق وخلونا. طبعا كلنا نعرفه مستر بيست، اللي مش عارفينه شكل اشتركتوا عنده بالغلط ونسيتوه. طبعا مستر بيست صار عنده في قناته 160 مليون واحد مشترك في قناته، طبعا مو أشهر مني، يا رب يجيني اشتراك حتى بالغلط. مستر بيست كانوا عازمين على رحلة في غواصة باش يشوفوا سفينة تيتانيك المنكوبة، ما في شيء مر من جنبها ما تصير له مشكلة. طبعا مستر بيس لما قالوا له انه عازمينك على بسبوسة، قالوا لهم لا تو شبعان، عندي دقيقة بس معبي بطني ضحي فوتوني مبصر خيركم، شكله ما فيش بصارة عندكم. طبعا كلمة بصارة معناها مزح، فهمتوا؟ يلا. طبعا مستر بيس لما قالوا له عازمينك على رحلة باش نشوفوا التيتانيك ومسك وغادي، وبعد ما بعثوا له رسالة مستر بيس قال لهم لا مش ماشي، يعني لين تمشوا مرة تانية مروا علي. ما قال لهم انا مش ماشي في رحلتهم، ولما شوفوا في رحلتهم ولما قريب يوصل التيتانيك ضاف نص البحر. مستر بيس ما مشى معاه، انقلنا محظوظ، شكله بعد فترة بيفتح محل بطاطس يسميه بطاطس الحظ، لما تاكله بيجيك حظ مستر بيس، والناس بيصدقوا ويشتروا منه. طبعا مش الناس، الأجانب وشوية عرب اللي يفكروا من الغالية. طبعا توا جا وقت نوريكم نعطيكم الدليل. يلا اخو اشترك في القناة، الاشتراك مجاني، يلا في الخط سجدنا، معناها يلا بسرعة خلصنا، يلا اشترك، بدنا نوصل 800 مشترك فسرع وقت، وهيا نوريكم الدليل. طبعا قبل فترة صاحبنا مستر بيس نزل من منشور على تويتر كاتب فيه، طبعا بنترجمها مش نقول الخربشات علينا، دعيت في سابقا من هذا الشهر لركوب الغواصة، ولكنني قلت لا، مرعب، انه كان من الممكن ان اكون ضمن الركاب. وبهذا الكلام نفهم انه مستر بيس انعزم عن الرحلة، لكن كان حظه محنك، ونشر دليل باش ما تقولوا انه قاعد يكيس من عنده، صور ضد شابينا وهو مشرفين الرحلة. تعال نشوف وش قالوا. مكتوب: انا ذاهب الى تيتانيك في غواصة واخراج الشهر، سيحفز الفريق ليكون معه. طبعا مصور نص الرسالة، ما تقدر تفهم غير شوية من الكلام. طبعا قال له واحد من المشرفين على الرحلة: انا ماشي رحلة اخر الشهر باش نشوف سفينة تيتانيك، وهذا بس اللي فهمت من الرسالة، والباقي كله لقلق لي راسي، لأن طبعا هذا كل شيء. الفيديو قصير صح لانه المعلومة قصيرة، وانا بيش نطول المقطع بكلام فاضي، لذلك المقطع قصير. حطوا لنا لايك واشتراك ونشوفكم اشتراك ونوصل بعد هذا المقطع. وش رايكم باللغة؟ فهمتوا شيء بنكملوا بيها ولا نرجعوها للخلاط مع اللغات الثانية؟ جاوبوني في التعليقات ويلا السلام. صبح ليل على المايك نقول في انرجي، فوق في الانيميز تقطيع الروس في الهالوين، في الهالوين سباش تقطيع في الهالوين، فوق المايك النوز تقول نتعاطف هيروين، سواي حبتين يثبت خطين، عطوه في البيت بطقتين، ركز في ميزان السطر يتقسم سطرين، شتات والحمني الريل نقال في التراكين، باقي ما تفهم شيء. في الوساع قلنا سكوبي دوبي دو، على المايك دوبي دو، قلنا دوبي دوبي دو، كلامه هلبة نعبي بيه بدون، اشركنا البيدون طلعت صنة 3 طون.